اللهم صل على النبي. رجاله وارد الان الصلاه على النبي. السمك الكيلوات وصل يا رجاله بالبقاليدس النهارده الجمعه 12/6. شعر فوق 50 تحت 45 والطعم بقاليدس. وهنوريك الحصيله على بعضها ان شاء الله. خليك معايا. الجامبو رجاله بعد الدنسايه يا رجاله اهو. النهارده الجمعه 12/6. اللهم صل على النبي. الله اكبر الله اكبر. بصوا يا جدعان، السلام عليكم اخواتنا الصيادين اللي تملي مني ومن قلبي قريبين. احلى 100 مسا عليكم يا رجاله. اهلا بيكم في يوم جديد وفيديو جديد. النهارده الجمعه 12/6/2026. النهارده يا جماعه احنا في لسان القلعه. وتنبيه هام يا جماعه، الصلبان هنا صعب قوي. مش اي حد ينزل على الصلبان الا المتمارسين اللي متعود يمشي على الصخور ومتعود يمشي على الصلبان، عشان هنا الصلبان صعبه الى ابعد الحدود. حاله البحر النهارده ريح منسم من الغرب. طبعا احنا جايين من بدري واشتغلنا على البطاطا. كانت المايه كاشفه شويه، كانت مايه فاتحه، بطاطا متوسطه كده وصغيره. دعينا ربنا ان المايه الحمراء تكبت وكبست المايه الحمراء. فعشان كده هنشتغلوا على الشراغيش ان شاء الله، وهنعملوا فيديو مميز ان شاء الله، عشان ريح الغرب ده ريح ممتاز في الشراغيش، بياكل السمك ان شاء الله. شراغيش، دنيس، كحله، ان شاء الله اللي يقدر ربنا ايه رزق ربنا زي ما يكون احنا راضيين بيه. ويلا بينا نشوف القرمه مع بعضينا. شغالين بالبوصه 6 متر، شعر فوق 50 تحت 45. بلحه رقم 1 عشان المايه صغيره. احنا بنشتغل ببلحه رقم 2، بس النهارده شغالين ببلحه رقم 1 عشان المايه صغيره. وكل ما تخف البلحه كل ما يكون احسن عشان ما تقعرش. فرده تحت كده حوالي 30-40 سم. سنار رقم 2 امين 421. ده السنار يا جدعان بتاع السمك. تمام. السنار الامين، السنار الاباني، الياباني، السنار المستاد، السنار اللي تاخد بيه سمك. طالما بتشتغل على سمك كبير وسمك انت عارف هيعمل معاك ايه، يفرق معاك الكلام دوت في الاحجام الكبيره. زي ما هتشوف النهارده ان شاء الله هوريك على المباشر احجام كبيره كله بفضل الله ان شاء الله، يعني بدون مقاطعه. فيفرق. ممكن تجيب سنار يمشي معاك في الجناشير والسمك اللي يربع وبتاع، بس هيجي في سمكه كبيره هيزعلك. فتركز على السنار يبقى جامد. انا بشتغل بالامين لان الامين مريحني في الشغل اهو يا جماعه. سنار رقم 2 امين 421. اي سنار يعادله بكرش يكون جامد، ياباني، اوسكار، مستاد، سترونج، انواع كتيره يا جماعه تشتغل. وان شاء الله كده اي مرامي من دي كده اهو. الفوارات اللي انت شايفها دي كده هننزله بالبقاليدس. طبعا الطعم بقاليدس. وبامل في ربنا خير اجيب لك حاجه على المباشر. المايه ديت الريح لسه فاتح غير، بتطلع الدنيس، تهيج الدنيس في المايه عشان لسه الريح فاتح ولسه المايه الحمراء داخله. فان شاء الله بنأمل في ربنا خير كده. هي كانت عايزه شويه كابوري عشان الدنيس، بس احنا هنجرب بالبقاليدس وان شاء الله ربنا هيرضينا. طالما بتعمل اللي عليك ربنا هيرضيك. ويلا بينا نتوكل على الله ونجيبوا حاجه على المباشر على طول مع بعضينا. توكلنا على الله. صلاه على النبي رجاله. الجامبو رجاله بعد الدنسايه يا رجاله اهو. النهارده الجمعه 12/6. اللهم صل على النبي. الله اكبر الله اكبر. بصوا يا جدعان التقويسه يا جدعان والمتعه يا جدعان. اللهم صل على النبي على الاحجام. بص الرغوش قد ايه. ثواني بس ارفعه بقى يا رب تكون شايفه. ارفعه واوريهولك. بص يا رجاله، اتمنى يكون واضح قدامك. الصلاه على النبي. سمك كيلوات يا رجاله ده. الله اكبر يا رجاله. طبعا انا معايا بطاطا ومعايا جناشير، ودي يعتبر تاني سمكه في المزانق بالبقاليدس. خدت الدنسايه اللي انت شفتها ديت، وادي الشرغوش تاني شرغوش على طول اهو. اللهم صل على النبي يا رجاله. الجردل ده كبير يا جدعان. خليك معايا. اللهم صل على النبي يا رجاله. وارد الان اول رمي بالبقاليدس لسان القلعه في الحموه. واللي يشدك شده يا ريس. الشراغيش الكيلوات يا ريس في انتظارها. وده الدنيس الكيلوات الملكات. بصوا يا جدعان بالصلاه على الحبيب النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. بصوا يا جدعان السمكه قد ايه. بص على ايدك قد ايه. اللهم صل على النبي يا رجاله.
الصلاة على النبي. السمك الكيلوات وصل يا رجالة بالبقاليدس. النهارده الجمعة 12/6. شعر فوق 50 تحت 45 والطعم بقاليدس. وهنوريك الحصيلة على بعضها ان شاء الله، خليك معايا. طبعا اخواتي وحبايبي اتشرفت النهارده بابو عمر، اللهم صل على النبي. لسه ضارب جردي اهوت فصيلة القرافس وقور، اللهم صل على النبي عليك يا ابو عمر. سمكة كبيرة يا جدعان بس والله ما باينة في التصوير. اللي بيصور سمك فاهم يا جدعان. بصوا الجرد قد ايه، يا 100 صلاة النبي. ارفس يا جدعان. الله اكبر عليك يا ابو عمر، والله اتشرفت بيك والله. الراجل ده من الناس المحترمه والله. الله يخليك يا حمد. ده حنن عليك. الراجل ده قابلني قال لي انا متابع القناه عندك وبتاع، وراجل من الناس الاخلاق المحترمه، وشرف ليا طبعا ان هو يتابعني. الله يبارك لك. الله ينور عليك. راجل محترف صيد طبعا مفيش كلام. الله يحنن عليك يا ابو عمر ويرزقك يا رب من واسع يا رب. الله ينور عليك. ده الاستفتاح يا ابو عمر صح؟ يومنا نادي بالصلاه على الهادي. الله يحنن عليك يا رب. الله يرزقك. الله يرزقك حبيبي ابو عمر. صباحك زي الفل. بصوا يا جدعان عينه يا جدعان، يا بيت صلاة النبي. الله أكبر. الله ينور عليك يا أبو عمر. الله يبارك لك يا حمد. الله يسترك. الله يرزقك. الله يحنن عليك يا رب. إخواتنا الصيادين الله كريم. الحمد لله رب العالمين. كده خلصنا صيد النهارده الجمعة 12/6/2026. طبعا يا جماعة زي ما قلت لك وزي ما شرحت لك، احنا اشتغلنا على البطاطا الصبح لما كانت المية لسه كاشفة وفاتحة. دعينا ربنا ان الميه الحمراء تخش عشان البطاطا ما كانتش كبيره، كانت صغيره، واحنا كنا جايين ناويين نشتغلوا على الشراغيش وعلى الدنيس. فالحمد لله ربنا استجاب لدعائنا والميه الحمراء كبست ودخلت. جبنا كبشه البقاليدس بتاعتنا واشتغلنا زي ما حضرتك شفت في الفيديو. حصيله ممتازه جدا الحمد لله، كله بفضل الله. يلا نشوف الحصيله مع بعضينا. الله اكبر يا جدعان. والله يا جدعان السمك ده مبين حجمه يا جدعان، والله بحلف بالله. يعني بصوا شايفين السمك القربع ده قد ايه؟ ده سمك قربع اللي على جنب ده. بصوا يا جدعان الشراغيش، بصوا الدنيس. الله اكبر يا جدعان. ملكات طبعا وشراغيش كبيره. كبشه شراغيش محترمه بالبقاليدس. على فكره يا جماعه ما خدتش معايا نص ساعه الكبشه دي. اول ما الميه الحمراء كبست اشتغلنا، والساعه 3:30 هي ولا 4 دلوقتي. هتوكل على الله. انا كده اترضيت وزي الفل. ودي كبشه البطاطا بتاعت الصبح. طبعا بطاطا متوسطه، اقل من الكف شويه، وفي حباظله ميمه في المايه. عشان كده دعينا ربنا ان ربنا يكرمنا والميه الحمراء تخش، وربنا استجاب لدعانا. النهارده الجمعه 12/6/2026. اتمنى اكون فدتك في الفيديو ده ولو بمعلومه استفيد بيها اخد الاجر والثواب. وبنوه تاني وتالت ورابع ان اللسان ده خطر جدا يا جماعه، مش اي حد ينزل عليه. يعني مش اي حد يجي يصطاد على الحواجز دي، لان الحواجز دي عايزه ناس ممارسه ماشيه على الصلبون وبتعرف تمشي وبتعرف تتعامل. يعني ما ينفعش انت كهاوي تيجي مره واحده كده على هنا على طول، لان الصلبون دي صعبه جدا. احنا كمحترفين صلبان، يعني مش محترف، يعني احنا كمتعودين على الصلبان احنا بنمشي عليها بالعافيه. فاتمنى منك تاخد بالك من نفسك. اهم حاجه السلامه، واهم حاجه ان انت تبقى واحده واحده في اي حته. ولو حاجه مالكش فيها ما ننزلش فيها. اللسان ده صعب جدا يا جماعه. عشان كده انا يعني ما تزهقش مني، بس انا بنوه عليك ان اللسان ده صعب جدا. والحمد لله رب العالمين. وانتظرونا في فيديوهات جايه كتير. اخوكم حمو خالد الصياد المغامر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.